فكرة النهاردة جميلة جدا وتوفير من العيار التقيل. ازاي هنحول شنطة متهالكة بالدرجة دي لشنطة جميلة جدا للدرجة دي؟ ايه رأيكم بقى؟ اظن مفيش اكتر من كده توفير، ومفيش احسن من كده اعادة تدوير. يلا بينا نخش على الفيديو ونسمي ونصلي ونقول بسم الله. بس في البداية ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي، عاملين ايه؟ فكرة النهاردة جميلة جدا. هنعمل اعادة تدوير من شنطة قديمة عندنا. بدل ما نروح نشتري شنطة بشيء وشويات، هنعمل اعادة تدوير عندنا بشنطة قديمة جدا. تمام. انا ابني قاعد يقول لي يا ماما الشنطه دي كانت عندنا من زمان، فانا كنت بصراحه واخداها ارميه. فلقيت محمد ابني بيقول لي يا ماما لا ما ترميهاش، لا ده جميله جدا، ده حلوه، ده انا بحبها، اعملها لي اروح بقى الدرس. قلت له خلاص ماشي يا حم. ومن هنا جات لي فكره جميله جدا، اعاده تدوير وبحاجه بسيطه جدا وبأقل الامكانيات، ومش بإمكانيات خالص. كل اللي أحتاجه هنا اللي هو الإبرة والخيط وحتة قماشة قديمة عندكم، سواء بقى جنس أو أي قماشة عندكم من لون الشنطة أو من أي لون تاني. وإن شاء الله هعمل لكم أفكار إعادة تدوير لشنط قديمة كتير، وإن شاء الله هعمل لكم كمان فيديو عن عمل شنطة كده من بابها بالجنس إن شاء الله بإذن الله. تابعوني هتلاقوا معايا كل جديد. عايزة اقول لكم ما تروحوش بعيد وكملوا الفيديو للاخر، علشان خاطر فيه حاجة جميلة جدا جدا في الاخر هتستفادوا منها، وهتشوفوا ازاي بخيط خياطة المكنة على ايدي. فكرة جميلة جدا، وتابعوني للاخر. انا هنا خدت وش الشنطة ده وبدأت ان انا اقطع واقطع منه الحاجة اللي هي بتبقى عاملة زوايا كده للشنطة اللي هو الشريط ده. تمام. علشان خاطر ما اشتريش جديد او حاجة كلها اعادة تدوير منها فيه. بدأت ان انا اقطعه كده بالقطر ونضفته كده من اي خياطة كانت فيه وظبطت الدنيا. وخدت الوش ده وظبطته هو كمان، وبدأت اشيل اي خياطة كانت فيه برضو، خليته شكله مهندم وشكله جميل جدا برضو. هعمل زي ما عملت اسفة يا بنات، زي ما عملت في الوش ده هعمل كمان في الوش التاني. اخدت الوش التاني كمان اهوت، وبدأت ان انا افك الشريط واحل الشريط كده واحدة واحدة وبالراحة خالص. وبصراحة حله مش محتاج اي حاجة، بس انا ما كنتش عايزة اشده، لان لقيتني لما بشده بقطع اللي هي الحتة البلاستيك اللي هي الوش البلاستيك اللي تحت ده بينقطع من الخياطة، مش اللي هو بيتفك. طبعا الخيط بيطلع منه قماشة عادي مفيش اي مشكلة، بس الوش البلاستيك بينقطع من الخياطة. ودي معلومة حبيت ان انا اقولها لكم برضو. لما جيت انا رايحة بقى شديت القماش لوحده بعد ما كنت بشد الشنطة، هي بدأت عشان اشد القماش لوحده كده ماشي. وبدأت بقى ان انا لو شديت الخيط ده لوحده بقى كده واللي هو الشريط ده لوحده، لقيت ان انا البلاستيك ده بينقطع. تمام. فبدأت ان انا افك واحدة واحدة كده بالقطر، وفك فكه سهل جدا ما فيهوش اي فكاية بنات. تمام. فكته برضو وظبطته وطلعت كل الخيوط اللي فيه، وبدأت برضو ان انا افك السدسة. وعلشان طبعا احنا شعرنا التوفير، طبعا مش هروح اشتري سدسة جديدة بصراحة يا بنات. تمام. لان السدسة دي كانت عجباني وكان لونها ازرق طبعا بلون الشنطة كده، فهي كانت عجباني. بدأت ان انا افكها طبعا من القماشة دي وظبطتها كده وطلعت كل الخيوط اللي كانت فيها برضو. تمام. طلعت كده السدسة اهيت يا بنات، وبدأت ان انا انضفها من اي خيط فيها اهيت، وبقت مهندمة خالص وظبطتها وجمعت بقى كل الشنطة مع بعضها. لميت بقى يا بنات كل الحاجات اللي كانت نازلة من الشنطة والعفاشة وكل ده، وجبت بقى القماشة اللي انا هعمل بيها الشنطة. بدأت كده ان انا اقصها كده يا بنات. شوفوا بدأت بس اخدت اللي هو الرافية اللي من تحت التانية اللي هي من تحت دي
خدتها قصيتها خلاص انا مش محتاجاها في حاجة. تمام. وهقص بقى الحتة اللي انا محتاجاها، يعني في حدود مثلا قولوا كده 10-8 سنتي بالظبط يا بنات، يعني حتة كده بسيطة على قد ما انا محتاجة الحتة دي بالظبط يا بنات. هقصها كده، ويعني اللي انا حددتها بالقطر دي هقصها كده، وارجع لكم تاني بعد ما اقصها اوريكم عملنا فيها ايه. قصيتها كده يا بنات وحطيتها على القماشة نفسها، علشان خاطر انا عايزة حتة كمان قد منها، هقصها كمان كده علشان تبقى واحدة وش وواحدة ظهر. تمام. وقصيتهم كده الاتنين، وهوريكم بقى الحاجة التكتيكة الجميلة اللي في الفيديو. انا كده فتحتها، ودي التكة الجميلة اللي هي يعني ابدعت فيها في الفيديو بصراحة، يعني احسن حاجة يعني ايه عملت بها الشنطة. بصراحة انا كنت هعملها بصراحة بقماش بس يعني فكرت ان انا اخليها تبقى يديها سمك كده وحاجة يعني إيه سميكة كده. تمام. زي الشنط بالظبط اللي بتتشرب، بحيث ان انا لما اوقفها كده الاقيها بتقف لوحدها. تمام. فجبت انا الفازلين التخين ده، فازلين يا بنات تخين كده. بدأت ان انا اخدت الحتة دي بالظبط على قد القماشة، بس سبت مثلا إيه يعني تانية من هنا، حتة من هنا وحتة من هنا، عشان خاطر الخياطة في القماش. تمام. وبدأت ان انا اقص كده الفازلين، وبدأت ان انا اكويه كمان على على القماش. طبعا الفازلين ده بيبقى فيه حاجة وش كده بيلزق على القماش، اول ما درجة الحرارة بتسخن عليه بيلزق خالص على القماشة كده. فانا حطيت الوش ده على ظهر القماشة عشان خاطر القماشة تبقى عطيانة الوش بتاعها من الناحية التانية. تمام. وبدأت بقى ان انا سخنت المكوى جامد، وبدأت بقى ان انا اكويه وامشي عليه المكوى كذا مرة كده، علشان خاطر هو تقيل طبعا، يعني ان هو يلزق حلو خالص في القماشة وما يفكش مني بعد كده. بدأت ان انا امشي واحدة واحدة كده لحد ما خلصته كده يا بنات. وكان باقي حتة القماشة دي، فانا قصيتها كده انا مناش محتاجاها. وكده اهوت الفازلين اهوت لما مسك في القماشة مسك يعني حاجة جميلة خالص. وجبت كمان عليه الوش التاني، وبدأت ان انا اكويه. وبدأت ان انا اكويه هنا كده، بس الكاوية دي اللي هو الوش ده مش بيلزق طبعا في الفازلين، هو بيلزق من جنب واحد، اما الجنب ده مش بيلزق. بس انا حبيت ان انا اكويه كده علشان خاطر القماشة تبقى مساوية معايا وما فيهاش اي كسر، بحيث ان انا شغلي يطلع نضيف وحاجة جميلة كده يا بنات. كويتها بقى كده وخلصتها، ويلا بينا نخش على الشغل الجامد جمدان. خياطة على خياطة بإيديا، بس تعتبر خياطة المكن. تعالوا معايا ونشوفوا وتابعوني هعملها ازاي. جبت كده وش من الوشين اللي انا طلعتهم من الشنطة، اي وش اي واحد ما هيش فارقة حاجة، بس خليت الايد طبعا اللي هي تبقى برا في ظهره في وش كده. فانا خليت اللي هو الوش هو اللي يبقى برا للقماش. تمام. وبدأت ان انا اساوي كده ال يعني الحتة اللي احنا عملناها دي القماشة بالفازلين، بدأت ان انا اساوي. وكنت كمان بسويه بالمشابك، مشابك الغسيل، او يعني بالدبابيس عادي ما فيش اي مشكلة. بس هنا لقيت السنت اللي انا سايباه ده كبير جدا ومش داخل في الشريط كويس، فبدأت ان انا قصيت منه خليته رفيع كده شوية علشان خاطر يخش في الشريط، وما يبقاش عامل اي كلكعة او اي يعني اللي هو مثلا ان هو يبقى مكلكع كده وتخين كده في الشريط. اهم من الشغل تظبيط الشغل يا بنات. وكده هنا بدأت ان انا اخيط واظبط الشريط. حطيت طبعا الشريط في قلب القماشة في قلب الشنطة اهوت، وتعالوا وثبت الشريط في الاول. تعالوا بقى هقول لكم انا عملت اللي هي الخياطة اللي هي على المكنة بايديا دي. انا عندي ابرتين. تمام. خيط طبعا هيبقى على الوش، وخيط هيبقى من الظهر. ده الخيط طبعا اللي هو هيبقى على الوش اللي انا ماسكه لكم التخين ده، وده الخيط اللي انا بخش وبطلع منه. تمام. واحد هخش واطلع بيه منه، يا رب تكون الفكرة واضحة هوضحها لكم اكتر واكتر، بس
خليكم معايا. واحد هخش بيه اللي هو اللي في الظهر ده يا بنات، اللي هو باين قدامكم ده، هو ده اللي انا بخش واطلع منه. تمام اهوت انا بخش كده، هوريكم كده، خليكم معايا. انا بس بساوي كده يا بنات كل حاجة اهوت. انا كده بخش بالابرة، كده يا بنات. ماشي، مستعانة بس بحتة القماشة دي علشان خاطر تدخل معايا الابر. تمام، انا كده دخلت بالابرة اهوت. تمام، وده الخيط اهوت اللي انا عايزاه على الوش، اللي هو الغمق ده هخليه مش اهو، هسويه على الشريط بالظبط. والخيط ده طبعا اللي انا بخش وبطلع منه، هقوم يعني هعمل ايه بقى، ثواني هسويه كده اهو. هو ده الخيط ده اهوت يا بنات اهو، وده الخيط اللي انا داخله منه من الظهر. هخلي الخيط ده يبقى فوق الشريط بالظبط كده، واقوم رايحه معديه بالخيط الابره اللي انا طالعه منها من فوقه كده، هعدي من فوقه واخش من نفس الغرزه اللي انا طالعه منها، او من فرحها بحاجه بسيطه كده. خلينا الغرزه دي يا بنات هي هتبان دلوقتي معاكم يا بنات، علشان خاطر انا كنت مثبته الخيط قبل كده، فهي هتبان معاكم تاني. ده الخيط يا بنات اللي انا اهو مسوياه بصبع اهوت، ده انا مش بحركه خالص، مسوياه كده بصبع اهوت. وده الخيط التاني بقى اللي انا بخش وبطلع منه، ده هخش كده، هخش من الحتة دي كده اهوت. ماشي يا بنات، وهطلع من الناحية التانية كده. خليكم معايا كده يا بنات، هوريكم الخياطة ازاي بالظبط. معلش عشان خاطر كل ده ما كانش ظاهر في الكاميرا. بصوا يا بنات، هي الابرة انا دخلتها من ورا كده اهوت، الخيط التاني انا مسوياه تحت صبعي بالظبط. تمام، الابرة بقى اللي انا بخش واطلع منها دي بدخلها من تحت الخيط اللي هو على الوش، واعدي بها من على الخيط واخش في الغرزة اللي انا طالعة منها بيه، او من فرحها كده بشوية اهو كده يا بنات. انا كده سويت الخيط اهوت بالظبط اهوت على الشريط، علشان خاطر يبقى ماشي معايا بالظبط. ودي الابرة طالعة مني من ورا اهو كده اهي، كده انا دخلتها. وطبعا العامل الرئيسي معايا المساعد بتاعي ما اقدرش استغنى عنه. وكده شوف انا دخلت منها كده، وقمت رايحه معديه من على الخيط، وقمت رايحه مدخلاه من فوق الخيط بالظبط. فكده الخيط ماشي معايا، ماشي يعني زي شريط القطر كده ماشي طوالي. اما انا بخيط من عليه، بخش من تحت وبطلع من فوقه، بس ما بخليش فيه فيصل علشان خاطر الخيط ما يبقاش طالع زي ابرة المكنة بالظبط يا بنات. ماشي يا بنات اهو كده يا بنات، دخلت اهوت وانا طبعا مثبته الخيط، بخش بالابرة، بطلع من الناحية التانية من تحت منه، واقوم رايحه معديه طبعا من فوقه، واقوم رايحه داخله في نفس الغرزه اللي انا طلعت منها، يعني بعدها بسنه بسيطه كده. وكده دي خياطة المكنة يا بنات. ودي كده المكنة بتخيط كده، بس هو علشان خاطر بيبقى المكنة فيها مكوكة او كده، يعني اللي هو زي بتشد اللي هو الخيط اللي هو بيبقى ماشي كده، زي سن الكروشيه يا بنات اهو عاملة كده بالظبط. تمام، بس هو علشان خاطر سن الكروشيه ده بقى مش معانا واحنا بنخيط بالابرة، فهي عاملة كده بالظبط يا بنات. تمام، هكمل بقى الشنطة كلها كده وارجع لكم اقول لكم هنعمل ازاي. شوفوا دي الخيط انا كنت بوريها لكم اهي ماشية مظبوطة خالص، وهرجع لكم بقى واقول لكم ازاي هنقفلها بالظبط كده كلها يا بنات. حبيت كده يا بنات وانا بشتغل معاكم اكلمكم عن حبة حاجات يعني في التوفير وفي كل حاجة بمناسبة الدروس والمدارس وكل حاجة داخلة علينا كده. بس اقول لكم الاول انا كنت بعمل ايه. انا هنا كنت بسوي الشريط بالظبط واخد منه تحت منه الخيط معاه، بس كنت بحط المشبك ده علشان خاطر يبقى متساوي، واخش واطلع على طول بالابره، ومفيش حاجه اللي هي يعني تلخبطنا او كده. المهم انا عايزه اقول لكم يا بنات التوفير في كل حاجه، في كل حاجه التوفير، في الاكل، في الشرب، في مثلا ميزانيه مدرسه، في مثلا يعني شنطه زي دي، في مثلا في لبس، في شنطه عايزه تجيبيها، في كل حاجه التوفير. ماشي يا بنات، هقول لكم على حاجه. يعني انت مثلا هتبقي واكله النهارده مثلا لحمه في العشاء،
تمام. هتيجي تاني يوم محتارة ان انت تعملي العشاء ايه. ممكن يعني لو انت يعني واحدة مثلا كده يعني عايزة تاكلي لحمة تاني، بتحب اكل اللحمة كتير، او مثلا بيت من الفلاحين زي ما بنشوف كده في الفلاحين او كده، بيبقى مثلا بيجيبوا تربية الفراخ، او تربية مثلا بيربوا عجل او حاجة وبيذبحوا، فمثلا بيبقى عندهم متوفر، فعملوا النهارده لحمة، يعملوا تاني يوم برضو لحمة، تالت يوم لحمة. فانا هقول لكم عن حاجة، البطن يا بنات ما بتشكرش، البطن ما بتشكرش. اللي هو ايه يعني، مثلا اللي هو يعني انا كده هخلص كل اللي عندي في المخزون بتاعي اللي في الفريزر على طول، وهقعد بعد كده مش هلاقي حاجه. وده حاجه حصلت معايا انا شخصيا. فضلنا ان احنا مثلا ناكل كل يوم لحمه، مثلا لحمه اعمل مثلا النهارده لحمه بالشوربه، مكرونه لحمه مثلا كفته، بعد كده مثلا لحمه كفته رز، بعد كده مثلا لحمه. فضلت اعمل كده لحد ما جيت اخر الشهر او على اخر المخزون كده، وما لقيتش فين اللحمه ده، انا كنت حاطه لحمه كده. فلازم يا بنات توفروا وتعرفوا انتوا بتعملوا ايه. انا عارفه والله ان انا متاخره معاكم في يعني توفير وميزانيه شهر 9، بس ان شاء الله هعملها لكم، وفي افكار جامده جدا 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 هعرفكم ازاي توفروا فيه بند الفطار والعشاء توفير ما شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله هتطلعوا وتستفادوا باذن الله. يعني وان شاء الله اقدر ان انا اوفر لكم في كل حاجه وكل حاجه، يعني ان انتوا تقدروا تتابعوني، وما تنسونوش باللايك والاشتراك يا بنات علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وحابه ان انا اشكر كل متابعيني الجداد وكل اللي اشتركوا في القناه جداد. حابه ان انا اشكركم جدا جدا جدا، انتوا اللي بتدعموني، انتوا اللي بترفعوني. يعني كل ما الواحد كده بيخش يلاقي يعني حد بيرفعه، حد بيرفع من معنوياته كده، بحس ان انا عايزه اخش اعمل لكم كل يوم فيديو. بس ان شاء الله مش هتاخر عنكم تاني، وان شاء الله هعمل لكم كل حاجه جديده باذن الله. تعالوا بينا بقى يا بنات، انا كده قفلت الوش الاول، عايزه بقى ان انا اقفل الوش التاني. هعمل ايه بقى؟ هو بصراحه عزمني على ما اظبطه كده، ويعني ايه عملته حلو كده، بس في الاخر عملته بكل بساطة بصراحة. تعالوا هنا انا كده بوريكم الخياطة ازاي، ما شاء الله خياطة مكنة فعلا يا بنات، خياطة جميلة جدا وخياطة مهندمة جدا، وما فيهاش اي لا طالع ولا نازل، هي خياطة مية مية يا بنات. لو حد عايز يخيط بأي حاجة كده، اي حاجة ما تبانش، الخياطة دي جميلة في اي حاجة يا بنات. تمام. انا هنا كده خدت الشنطة، وبدأت ان انا اظبط بقى البطانة اللي هي بتنزل دي، الحتة القماشة اللي ما لزقتش في الفازلين دي، بدأت ان انا كده ادبسها بالدبابيس، واعملها برضو المشابك دي العمل الرئيسي معايا. فبدأت بقى امسك دبوس بدبوسة، وبدأت الف عليها كلها واظبطها كلها علشان خاطر وانا بقفل الوش يبقى معايا مظبوط. واهم من الشغل تظبيط الشغل بصراحة يا بنات، ده الشعار بتاعنا، اهم من الشغل تظبيط الشغل. تمام كده انا خلصت يعني قفلتها كلها بالدبابيس، وبقت مظبطه معايا، وعملتها كمان بالمشابك اهوت علشان خاطر كل حاجه تبقى ثابته فيها. وجبت الوش التاني بقى، جبت كده بقى الوش التاني وظبطت معاه الشريط اهوت يا بنات. بدأت ان انا اظبط الشريط مع البطانة والفازلين والوش، بدأت ان انا اظبطها، وبدأت برضو من عند الايد كده علشان خاطر تبقى كل حاجة باين. وبدأت ان انا اخيطها برضو نفس الخياطة يا بنات، ثبتها كده في الاول بغرزتين 3 من العاديين، وبدأت ان انا ابدأ اخيطها بقى خياطة المكنة. هنا ادي الابرة هي اللي انا بخش وبطلع منها، دخلت بالابره كده هو تمام يا بنات، عشان خاطر اللي ما استوعبهاش في المره اللي فاتت يستوعبها بقى دلوقتي. وانا كده شاده الخيط اهوت، وقمت رايحه طالع معديه من فوق منه او مدخله الابره تاني. شوفوا كده ايه الخياطه اهيت يا بنات. تمام. هعمل كمان واحده كمان معاكم اهوت. ادي الخياطه انا شدها تحت اهي، تحت المشبك اصلا انا حاطه الخيط اهوت مسويه خالص. دخلت انا كده بالابره اهوت، هي ما كانتش دخلت بس في الشريط، فانا طلعتها تاني ودخلتها وشديت الابره خالص اهوت. وشوفوا دخلت من فوق من الابره اللي انا طالعه منها بالظبط،
ماشي. وخدت الخيط ايه تحت من الخيط اللي هو انا ماشية بيه مستقيم، خدته معايا ايه في تحت الابرة، تحت الخيط اللي انا بخش وبطلع من اهو، ادي كده الابرة طلعت منها اهوت، نزلت الخيط لتحت اهوت، ودخلت الابرة من فوقه اهو بالظبط كده. يعني الخيط ده انا بسويه بس ان انا اخش واطلع منه من فوقه بس، اللي هو علشان خاطر يبقى خياطة المكنة بالظبط يا بنات. تمام. هكمل بقى الشنطة كلها وارجع لكم. وادي كده الشنطة معايا يا بنات، خلصتها كلها وخيطتها كلها، وشوفوا الخياطة ما شاء الله عليها شكلها مهندم وجميلة ومنسقة خالص. وادي الشنطة، بس اللي هو ايه انا ما عملتش بقى السدس. تمام. انا قفلتها كلها، وطبعا من عند الحتة اللي انا سيبتها اللي انا بدأت منها او قفلتها، اوريكم كده دلوقتي، خليكم معايا انا بفرشكم بس الخياطة شكلها جميل خالص وشكلها مهندم. هنا بقى ادي الحتة دي هي اللي مفتوحة كده، الحتة دي الوصلة ما بين الحتة اللي انا خدتها والحتة اللي انا بدأت من يمها، اهي الوصلة اللي انا بدأت من يمها واللي انتهيت منها. هبدأ بقى ان انا اقص بقى علشان خاطر اعمل السدسة بقى في الايه في الحتة دي. هقصها من اول الحتة دي لحد هنا ايه في التانية دي بالظبط يا بنات، عند التانية دي بالظبط هقصها لحد هنا، وهاخد السدسة بقى اللي انا كنت طبعا مطلعاها من الشنطة في البداية خالص، وهركبها هنا برضو بخياطة المكنة برضو بخياطة عادية عادي، ما كانش فيه يعني قدامي اي ادنى مشكلة. طول ما انا بسوي الخيط ومظبطة الخيط ما فيش اي قدامي اي مشكلة. انا طبعا كده قصيتها وظبطتها لحد التانية اللي انا عايزاها، وكده هي فتحتها خلاص يا بنات. هبدأ ان انا بقى احط السدس. وطبعا يا بنات اهي السدسيات معايا يا بنات، بدأت ان انا اجيبها من عند الحتة دي كده، وبدأت ان انا اخيطها. فتحتها كده وتنيت حتة بقى من هنا وحتة من هنا علشان خاطر الخياطة تبقى على السدسة شكلها مهندم كده، وطبعا علشان القماش ما يبقاش لازق كله في بعض، تنيت حتة كده وحتة كده اهو. شايفين يا بنات انا قصيتها زي مثلث كده علشان خاطر اعرف ان انا اتنيها واطبقها على السدسة بالظبط، اطبق حتة في الطرف ده اللي انا طبعا انا قصيت، فمكان ما انا قصيت كده هيبقى القماش طالع كده اكنه مقصوص، لا انا طبقتها بقى علشان خاطر يبقى مكانها كده شكله مهندم وجميل. يا رب الشرح يكون واضح لكم ان شاء الله، وهبينها لكم دلوقتي يا بنات اهو. خليت بقى ظبطت السدس اهوت يا بنات. تمام. شوفوا حتة التطبيقة اللي هي فريح من السوستة بالظبط دي، شوف التطبيقة دي اهي، انا بطبقها كده بقطويها حاجة بسيطة خالص اهوت، بطويها حاجة بسيطة خالص اهوت يا بنات اهو، الحتة دي بس علشان خاطر يبقى شكلها مش اللي هي مقصوصة كده على السدس، تبقى شكلها اللي هو انا مخيطاها من على المقلوب اكنها يعني. ماشي تمام. يا رب يكون الشرح واضح اهوت بالظبط اهوت، وانا دخلت كده الابره وبخيط في السوسه بالظبط كده. لا انا ظبطتها الاول، بظبطها بالدبوس الاول، خلتني اهو طويتها اهوت، طبقتها حته صغيره خالص اهوت يا بنات، وظبطت بدات ان انا اعملها بقى بالدبابيس علشان خاطر الدبابيس تبقى عاملاها معايا، يعني مظبطاها ان انا هو اجي اخيط على طول، ما اقعدش كل دقيقه اتني. فرب يكون الشرح واضح كده يا بنات، ويكون بكل سلاسه ان شاء الله. شوفوا كده يا بنات انا كده ظبطتها، شوفوا الخياطه ما شاء الله. كمل بقى كله وارجع لكم. وادي كده يا بنات الشنطه القطقوطه المقطقطه بتاعتنا، ايه رايكم؟ عايزاكم بقى تحت في التعليقات تكتبولي لو كانت الفكرة عجبتكم، وايه رأيكم في إعادة التدوير دي في الشنطة الجميلة دي. وانا عملت لها السوسة وخلصتها، وما شاء الله جميلة جدا، وحاجة والله بصراحة يا بنات عجبتني جدا جدا جدا، حاجة جميلة وحاجة تحفة ان هو مثلا ياخد فيها كراريس حاجة بسيطة كده درس او حاجة، وما شاء الله عليه. وادي دي كراريس الدرس بتاعته كده يا بنات، ما شاء الله هو بيحب يجلدهم وعايز لكل كراسة جلد ما شاء الله. يعني ربنا يبارك فيه يا رب. وادي المصحف كمان هيروح، هو قال لي يا ماما بقى دي هتبقى شنطة الكتاب، قلت له خلاص ما فيش اي مشكلة، دي شنطة الكتاب، ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟
يلا ما تنسوش اللايك يا بنات، واشتركوا في القناة علشان خاطر يوصل لكم كل جديد بإذن الله. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم، وإن شاء الله أعمل لكم شنط إعادة تدوير كتير بإذن الله، وحاجة جميلة وحاجة تحفة بإذن الله. ما تنسوش اللايك يا بنات فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة عشان خاطر يوصل لكم من كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.